نظموا الاتحاد الافريقي اكيد، ولكن تحت تاثير البلد المنظم. يعني مستحيل تنظيم بهذا الحجم بهذا المستوى وما يستغلوش الفرصه، لانه الجزائر ماشي عماره فقط في هذاك الفيديو الترويجي. نعم. والبلد المنظم فرصه لكي يبعث فيها رسائل او يحقق فيها بعض الاهداف تاع مثل الاستفزاز. انا اقول لك عشناها مؤخرا عندما كنت انا موجود في الاتحاد الجزائر، وتنقلنا باش لعبوا المقابله تاع بركان من المطار الى الفندق الى الملعب الى رجوعنا من المطار، والاستفزازات منذ وصولنا. ولكن احنا كنا اعطينا تعليمات لكل الوفد باش ما تكونش ردة فعل على كل هذه الاستفزازات، باش نتفاداو اي اصطدام. هذا متعودين. يعني كما قال مصطفى، انا ما نتكلمش على الشعب المغربي، نتكلم على السياسيين اللي موجودين في هذا البلد. فرصة لهم لكي نقولها يدغدغوا الشعب الجزائري. وهذا احنا كما قال لك مصطفى، احنا في مستوى اعلى من هذا الشيء، وما هذه امور استفزازيه دنيئه ما تاثرش فينا، ما تاثرش في اخلاقنا في توجهاتنا، وما نقدروش نردوا بنفس الطريقه. احنا الرد تاعنا هو التعالي في هذا المستوى، والحفاظ على سمعه البلد وسمعه كما يقول لك صوره تاع الشعب الجزائري. بالك احترموا الحضور، بالك ils ont utilisé la sagesse. على بالك لي زالجيري حنايا بالك انرز ولا نكنوا ياك انرز نتكسروا وما نركعوش. لكن للاسف كانت فرصه كانت فرصه للبلد المضيف لهذا لا سيريموني المغرب ان يعطيو صوره جيده عن العلاقات التاريخيه خاصه في كره القدم. يعني انا باش نولي الجزائر هكذا، حنا ما نديروش هذه الحرب القذره، ما نديروش هذا الحرب البارده اللي ما عندها حتى اساس. هذا الدناءه حبيت تقول مصطفى عزوزي، هذا الدناءه، هذا المستوى الدنيء. نعم مستوى دنيء جدا. لماذا؟ لانه احنا في الجزائر كي تروح الجامع الكبير اون فاس كاين ساحه سمت ساحه القمه العربيه. كل بلد عربي عنده يعني الرمز تاعو والعالم تاعو، المجسم تاعو. نعم. كاين مجسمات. انا علاش نقول لك المجسم هذاك يحمل رمز. انا نتكلم على الرموز تاع معلم تاريخي ولا انساني ولا حضاري. تشوف مسجد الحسن الثاني بالعالم درك الى هذه الدقيقه العالم المغربي ويرفرف تما. حنا ما عندناش عقده. دوك هذه العقده منين جات ما على باليش. ونزيد نذكر حاجه، حنا ما عندناش مشكل مع الشعب المغربي الشقيق، عندنا مشكل مع المخزن اللي راهو يقوم باعمال خبيثه وما تشرفش بلد كبير كما المغرب. لانه شوف حبوا هما يضربونا بالعدو تاعنا اللذوذ وهو الكيان الصهيوني، لكن ما يقدروناش. وهذا الفرق مصطفى معزوزي بين الشرف وبين الانبطاح. الأصدقاء ديالي السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك تفعلوا خوتي الزر ديال الجرس، لايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي في هذا الفيديو غادي نشوفوا الإعلام الجزائري مقرب بلاطو ديال بصح، خصوصا المحلل الجزائري المعزوزي، وواحد الضيف صراحه قال لك بلي الجزائريين مخلقين على المغاربه. قال لك هذا الفعال اللي دار المغرب في قرعه كاس افريقيا صراحه قال لك ما يديروهاش الجزائريين. اصدقاء ديالي بلا ما نطول عليكم اخوتي، ندوزو نشوفوا الفيديو. نتوما حكموا وكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. شرفنا في هذا العدد الجديد من برنامج ديزا سبور. مرحبا بك سي توفيق.
شكرا محمد، وشكرا على الاستضافه، ونحييك ونحيي كل متتبعين الحصه. شكرا لك سي توفيق قريشي على قبولك الدعوه. نبدا معك مصطفى معزوزي بقرعه كاس افريقيا. قبل ما نتكلموا ربما على مجموعه المنتخب الوطني، نتكلموا على عمليه القرعه. اللي شاف هذيك عمليه القرعه من دون شك شاف هذيك الاستفزازات الدنيئه اللي ضد الجزائر بحضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. شفنا فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني الجزائري في الصف السادس، يعني بعيد بزاف على المنصه. شفنا كذلك حتى في الكليب الترويجي لما في الفيديو الترويجي ما شفناش عكس المنتخبات الاخرى، ما شفناش معالم تاع الجزائر. من المفروض في كل بلد مشارك يكون معلم ليرمز لهذاك البلد. اي بورتون نتكلم على بلد بحجم قاره، الجزائر بحجم قاره ما شاء الله عليها، وين في كل متر ربما يحكي تاريخ ويحكي قصه نضال وقصه شرف وقصه مواقف كذلك تاع الجزائر والجزائريين. بون بالك احترموا الحضور، بالك ايزون يوتيليزي لا ساجيس، على بالك لي زالجي حنايا بالك انرز ولا نكنوا ياك انرز نتكسروا وما نرقعوش. لكن للاسف نرتفعوا كانت فرصه على كانت فرصه للبلد المضيف لهذه السيريموني المغرب ان يعطيو صوره جيده عن العلاقات التاريخيه خاصه في كره القدم. يعني انا باش نولي الجزائر هكذا، احنا ما نديروش هذه الحرب القذره، ما نديروش هذا الحرب البارده اللي ما عندها حتى ساس. هذا الدناءة حبيت تقول مصطفى عزوزي، هذا الدناءة، هذا المستوى الدنيء. نعم مستوى دنيء جدا. لماذا؟ لانه احنا في الجزائر كي تروح الجامع الكبير اون فاس كاين ساحه سمت ساحه القمه العربيه. كل بلد عربي عنده يعني الرمز تاعو والعالم تاعو، المجسم تاعو. نعم. كاين مجسمات. انا علاش نقول لك المجسم هذاك يحمل رمز؟ انا نتكلم على الرموز تاع معلم تاريخي ولا انساني ولا حضاري. تشوف مسجد الحسن الثاني بالعالم تركي الى هذه الدقيقه العالم المغربي ويرفرف تما. حنا ما عندناش عقده. دوك هذه العقده منين جات ما على باليش. ونزيد نذكر حاجه، حنا ما عندناش مشكل مع الشعب المغربي الشقيق، عندنا مشكل مع المخزن اللي راهو يقوم باعمال خبيثه وما تشرفش بلد كبير كما المغرب. لانه شوف حبوا هما يضربونا بالعدو تاعنا اللذوذ وهو الكيان الصهيوني، لكن ما يقدروناش. وهذا الفرق مصطفى معزوزي بين الشرف وبين الانبطاح. سي توفيق قريشي، ربما متعودين على هاد الضربات تحت الحزام وهاد يعني من طرف المخزن اللي تكلم عليه مصطفى معزوزي، لكن بحضور الكاف، بحضور الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم في حفل رسمي. ربما كنا ننتظروا شويه يعني انه الناس ترتقي شويه. مصطفى توفيق قريشي، حفل رسمي اكيد، نظموا الاتحاد الافريقي اكيد، ولكن تحت تاثير البلد المنظم. يعني مستحيل تنظيم بهذا الحجم بهذا المستوى وما يستغلوش الفرصه، لانه الجزائر ماشي عماره فقط في هذاك الفيديو الترويجي. نعم. والبلد المنظم فرصه لكي يبعث فيها رسائل او يحقق فيها بعض الاهداف تاع مثل الاستفزاز. انا اقول لك عشناها مؤخرا عندما كنت انا موجود في الاتحاد الجزائر، وتنقلنا باش لعبوا المقابله تاع بركان من المطار الى الفندق الى الملعب الى رجوعنا من المطار، والاستفزازات منذ وصولنا. ولكن احنا كنا عطينا تعليمات لكل الوفد باش ما تكونش ردة فعل على كل هذه الاستفزازات باش نتفاداو اي اصطدام. هذا متعودين. يعني كما قال مصطفى، انا ما نتكلمش على الشعب المغربي، نتكلم على السياسيين اللي موجودين في هذا البلد. فرصة لهم لكي
نقولها يدغدغوا الشعب الجزائري. وهذا احنا كما قال لك مصطفى احنا في مستوى اعلى من هذا الشيء، وما هذه امور استفزازيه دنيئه ما تاثرش فينا، ما تاثرش في اخلاقنا في توجهاتنا، وما نقدروش نردوا بنفس الطريقه. احنا الرد تاعنا هو التعالي في هذا المستوى والحفاظ على سمعه البلد وسمعه كما يقول لك صوره تاع الشعب الجزائري. تكلمت على السفريه الاخيره تاع لما كنت في اتحاد العاصمه، تكلمت على المطار على الملعب، ما تكلمتش على الفندق كنتوا لاباس عليكم توفيق؟ لا الفندق انا بكل صراحه عمري ما خفت في حياتي كما كنت موجود في الفندق لهالدرجه يعني كنت خائف خوف شديد، وبالتالي الخوف هذا ادى بنا انا شخصيا لان كنت جيتي سيبلي صحيح نظرا للتصريحات تاعي عندما قلت المسيرين تاع الاتحاد الافريقي عندما اراد ان يفرض علينا، لان هنايا ونرجع شويه للوراء طبيعه الحال تفضل. الفريق رفض باش يدخل للملعب باش يلعب المقابله، ولكن كان يلح باش يدخل يدير تسخين داخل الملعب وهو رافض باش يلعب المقابله. اذا القراءه تاعنا كانت استفزاز الجمهور، وممكن بعد ما تستفز هذا الجمهور يحوسوا على احداث تكون احداث اللي ممكن تخرج عن السيطره. وانا عندما وقفت المسؤول تاع الاتحاد الافريقي قال لي هذه النظام تاع الاتحاد الافريقي، هذه قوانين الاتحاد الافريقي. كانت ردة فعل تاعي بدون تفكير، قلت له الاتحاد الافريقي شيء، وهذا بلد عنده السياده تاعو، وسيادته لازم تحترم من اي شخص من الاتحاد الافريقي. ولا هذا اللي يبقى خالد. لا كانت ردة فعل يعني بدون تفكير. عندما انا وكانه يريد ان وانه كان موافق، وقلت له انا هاد اللاعبين ام داخلين باش يستفزوا الجمهور، ما دام رافضين باش يلعبوا المقابله علاش يدخل يدير عمليه تسخين داخل الميدان؟ قلت له الهدف منها استفزاز الجمهور، ممكن اشياء لا تحفظ عقبها، وعملت كل ما في وسعي باش نمنعوا هذا الفريق باش يدخل، وكان لنا ذلك مع، وهذا نشكر الناس اللي ساعدتنا خاصه المنظمين الجزائريين. هذا ممكن كان سقام لي، انا اقول لك عمري ما خفت في حياتي، يعني كنت شوف روحي. واش اللي خلاك تخاف جوستومون؟ نخاف لاني كنت مراقب عدد معتبر من بعض الاشخاص اللي ما نعرفش واش يكونوا في كل تنقلاتي، يعني تنقلات خارج حتى داخل الفندق، داخل الفندق وخارج الفندق. خفت يعني ما نعرف ما هي نوايا تاع هذا الاشخاص، ولكن نقول لك بكل صراحه خفت، واتصلت بالقنصل وهو مشكور على ذلك، وبعث لنا وفد يعني متكون من عده اشخاص باش يكونوا موجودين معنا على الاقل باش يحميونا داخل الفندق. هما ما داروا لنا والو داخل الفندق، ولكن عندما تلقى اشخاص يعني يتبعوك في كل تنقلاتك، في بعض الاحيان تلقاهم هما، ومن بعد يكون تناوب المجموعه اللي كانت تبعك يجبدوا رواحهم، ويكون رولي تاع مجموعه اخرى، ولاحظناهم يعني. اقول لك تخوفت لدرجه وان قلت ممكن ما نرجعش الى الجزائر. يعني هذه الامور موجوده، ولكن للاسف عندما يتعلق الامر باشقاء يعني تفضلهم الا الحدود، وتصرفات ممكن باعاز من المسؤولين في المغرب، هذا شيء ممكن نتاسف له كثير. وين وصلنا يعني بين شعبين شقيقين، يعني تلحق لهذه الدرجه، نقولوا هذا ما يشرفهمش. خويا توفيق، انا والله كنت نستنى العكس واش داروا لنا في هذا لا سيريموني تاع تيراج وصول. جو ماتوندي كو دي مومون كو على بالهم باللي الجزائر سوف تشارك في الكان هذه مقرره في نهايه العام وبدايه ممكن فرصه يعني باش يوريونا باللي وضعنا الخلافات السياسيه من جهه، لكن احنا كرياضيين مصطفى الخلافات السياسيه ما كانش، احنا عندنا موقف، هما عندهم خلاف. نعرف نهضر السياسه. معليش مصطفى، معليش الخلاف. انا شوف احنا الموقف في الجزائر تاعنا ثابت هكذا، اللي ما عندهمش مواقف حاجه اخرى. انا قلت لك خلاف سياسي ما تفهموش، ما عندناش علاقات دبلوماسيه، عندنا علاقات رياضيه.
انا اليوم نجيك كضيف باش نشارك في هذا لا سيريموني. من واجب عليك ديجا كمغربي يعرف الدين الاسلامي باللي اكرام الضيف، اكرام الضيف نديرو فوق راسي ما نتفاهمش معاه هكذا. للاسف ما داروهاش، ما على باليش علاش. قلت لك جوري ايمي يفتحوا صفحه جديده وهكذاك باش في اثناء الكان ان شاء الله كي تشارك الجزائر ما نحسوش بهذيك المعامله السيئه. لكن ولا بديتني في التيراج وصول، في التيراج وصول درت لي المشاكل صافي دير على بالي واش استناني انا في المنافسه. فهمتني ديجا راهو يتكلموا على ملعب صغير في الرباط المجموعه مازال ما شفناش، مازالوا يعني مازالوا في اللور، مازالوا شونتي، مازالوا شونتي. نتاسف والعاريه للاسف. انا ماذا بك تطويل الملف هذا باسكو عطانا بزاف على لا تكلمنا على الكاف. الفرصه انه نهنيو انا نتكلموا على حوايج ماشي اللي داروا لنا، نتكلموا درك على التقني اكثر. فوالا لا نتكلموا يعني لوكازيون نهنيو السيد وليد صادي وزير الرياضه ورئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم بعودة الجزائر على مستوى الكونفدرالية الافريقيه لكرة القدم، على مستوى المكتب التنفيذي للكاف. مصطفى معليش توفيق من بعد انت مصطفى. توفيق الخبره تاعك على مستوى الاتحاد الافريقي لكرة القدم او الكونفدرالية الافريقيه لكرة القدم، واش هو الاهميه تاع هذا المنصب بالنسبه لكرة القدم الجزائريه؟ اول اهميه انا في رايي وجود السيد وليد صادي في الاكزيكوتيف تاع لاكاف على الاقل يدافع على حقوق كرة القدم الجزائرية وبطبيعة الحال الفرق الوطنية اللي تشارك في المنافسات الإفريقية. لأن عندما تكون ما نقولش كواليس شيء آخر، وجوده بالك على الأقل يكون على علم بكل ما يجرى حول أي تنظيم وأي منافسة، ويقدر يدافع في المكان هذاك على حق الجزائر. انا اقول مش للكواليس، ولكن على الاقل وجوده يكون مطلع على كل القرارات ويقدر يتصرف بسرعه في الاجتماعات باش يدافع على حقوق الجزائر. ولكن النفوذ كاين مجموعه نفوذ في الاتحاد الافريقي، مش كل اكزيكوتيف اللي عنده كلمته قويه. كاين ما نقولش كابيني نوار، ولكن ان اكزيكوتيف مصغر اللي ياخذ القرارات. وجود السيد وليد صادي على كون يقول على علم بكل ما يحاك ممكن ضد الجزائر، ونقولوا لا في بعض الاحيان، لان كاين بعض الاعضاء عندها نفوذ كبيره في الاتحاد الافريقي والكل يعرفهم شكون. هذا راجع للمده طويله اللي خلاتهم يكونوا موجودين في الاكزيكوتيف، خلاهم يصبحوا اصحاب نفوذ. وبالتالي وجود السيد وليد صادي عندما يكون موجود يمنع ربما المده هذيك حنا اللي سمحنا في المكانه تاع الجزائر في هذيك المده. مصطفى نقولوا سمحنا، نقولوا غيابنا سمح لبعض الاشخاص باش يكونوا موجودين ويكون عندهم نفوذ. اذا وجوده يخلي على الاقل مطلع ويدافع في هذاك المكان على حقوق الجزائر. نعم. شوف أنا اولا اضم صوتي لصوتك ونهنيو سي وليد صادي ونهنيو الجزائر طبعا. نهنيو اولا وليد صادي وزير الشباب بهذا العوده الى الهيئه التنفيذيه للكاف. لكن انا على بالي كلامي ما يعجبش بزاف الناس، لكن قولوا. انا شوف والناس مضطره يعني تحترم رايك. انا واحد ما يقنعني، واحد ما يقدر يقنعني باللي الوجود نتاعنا سوف يحل جميع مشاكل كرة القدم الجزائرية أبداً. لأني أنا واحد من الناس كنت نايف موا توفيق، أنت تكنيسيان ثاني نحب نجي في الكوتي تكنيك. أنا نامل بالعمل، العمل ثم العمل. التجربة يعني قالت لنا باللي رغم الوجود نتاعنا في الكاف وفي الفيفا تعرضنا يعني لظلمات، تعرضنا يعني لحوايج. نقدر نقول لك مثلا جازوا 7 تاع لي كان ما نظمنا حتى وحده رغم وجود. شاركنا 2 مرات في كاس العالم مصطفى. لا ما تقوليش هذا شيء تكنيك. رحنا معليش لا ما نسرخوا مصطفى. علاش ماشي بالصوره خلينا نقنعوا الناس. لا جوستومون ما خليتنيش نهضر مصطفى. معليش انا شاركنا 2 خطرات كاس الاصدقاء ديالي. وصلنا للختام ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم خليو واحد لايك واشتراك في القناه، كذلك تفعلوا اخوتي الزر ديال الجرس، بارطاجيو اخوتي الفيديو
مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذا القناه. اصدقاء ديالي ما بقى ليا الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.